السلام عليكم، مرحبا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ الله يسعد لي أوقاتكن جميع يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا حابب إني أنبه الناس عن كم موضوع، لأنه أغلب الناس عم تعاني منه هالموضوع. وهالموضوع هو كتير مهم، هو كذا موضوع. تمام. بس أغلب الناس هلا حاليا عم تواجه هاي القصة، وهاي القصة على كل الناس عم تمرق فيها، مو على ناس محددة. والأغلب لسوء الحظ عم يوعوا بالكمين او بالمصيدة مثل ما بيقولوا. هلا انا الحمد لله شرحت طريقة الحجز خطوة بخطوة. يعني ما قصرت مع اي حدا، وكل شي بيطلع بايدي عملته لوجه الله تعالى. يعني انا علمت الناس كيف طريقة الحجز، نفس ما انا عم احجز. اوكي، علمتكم كيف تحجزوا انتو، لحتى انتو تستفادوا وتحجزوا بايدكم. اوكي، وما تدفعوا لحدا. اغلب الناس تيجي تحاكيني تقول لي انت احجز لي. طيب انا شارح لك طريقة الحجز كيف تحجز. تمام. يعني بالنهاية رزقة على رب العالمين، وعلى نياتكم ترزقون. يعني الشغلة كمان فيها رزق الحمد لله، يعني ما بقولكم ما فيها رزق، لا فيها رزق. وبنفس الوقت كمان الشغلة صعبة، ما هي سهلة ابدا ابدا ابدا. يعني كثير جدا 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 شغلة الحجز صعبة لدرجة كتير كبيرة، يعني ما هي سهلة ابدا. بس انا رغم هيك حبيت اني ساعد الناس وأقدم لهم الشي المفيد، لحتى هن يحاولوا يحجزوا بإيدهم ما يتكلفوا. عاد عملت لي علي أنا وما قصرت، ورب العالمين شاهد على كل شي، وكمان الناس شاهدة على الشي اللي قدمته أنا وما قصرت أبدا. هلا حاليا عم تجيني بعض الناس ويقولوا لي كيف صارت عملية النصب معهم هن. يعني كتير، يعني مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا 10، كتير، يعني أعداد كبيرة عم تجيني يحاكوني على الواتساب ويقولوا لي هيك هيك صار معنا، أو شخص حجزلنا وطلع الحجز مزور، يعني فوتوشوب تطبيق. تمام، هو طبق له الموعد كذا. يعني الحجز ما هو نظامي أبدا. واليوم 50% الناس ما عندها الخبرة التامة حتى تعرف إذا الحجز نظامي أو الحجز ما هو نظامي. كتير الناس عم تعاني من هذا الموضوع. تمام. بنفس الوقت يعني الناس إنه خلص واحد بيقول لهم، يعني أغلب كيف هلا عم يصير طريقة النصب، إنه بيقول لك أنا بحجز لك والدفع بعد الحجز. تمام، انا بحجز لك والدفع بعد الحجز. بهاي العملية الناس بترغب كرمال ما ينصب عليها، لأنه كتير ناس انصب عليها، حولت مصاري لفلان وعلتان ونصب عليها. طيب هلا حاليا كتير ناس عم يشتغلوا هذا الموضوع، أعداد كبيرة كتير كتير. طبعا مو الكل عم يشتغل هيك، إلا من رحم ربي طبعا هدول الناس. أما الشي اللي عم شوفه أنا ظاهرة كتير كبيرة حتى قدام عيوني أنا، والناس عم تجي تحكي لي كمان، هذا لحاله كوم تاني. انه شخص ناشر على الفيسبوك انه يوجد حجز جوازات سفر عادي او فوري او مستعجل والدفع بعد الحجز. هون الناس بترغب، خلص انا رح اضمن حقي، ساعتها بس يحجز لي الموعد. تمام، ويدفع لي الرسوم هو. انا ساعتها شو، ببعت له مصاري على الهرم، حتى من عنده بيدفع الرسوم. ها يعني تخيلوا الموقف كيف هون. فهون هذا صاحب الجواز بيوافق كرمال يضمن حقه، بيحكي مع هذا الشخص، مع الضحية، وبيحجز له الموعد. تمام. طبعا كيف حجز الموعد بيكون بالطريقة حجز فوتوشوب. تمام، حجز فوتوشوب. وهلا انا هحط لكم هلا الصور. تمام، كيف كذا شخص حاجز هذا الموعد، وبعت لي اياهم، قال لي بس بدي اتاكد منك بعد اذنك انه اذا الحجز هذا نظامي او لا. وواضح مثل عين الشمس كيف ما هو نظامي. اوكي، دقوا بالصورة وبتعرفوا طبعا انتم. اللهم صل على سيدنا محمد. وصارت القصة كذا مرة، يعني ما مرة ولا اثنين ولا ثلاثة. تمام، وانا قلت لهم روحوا اشتكوا علي وقدموا معروض. تمام، بس عاد ما بعرف، انا عملت لي علي ما بعرف اذا هالشي تصرفوه هن. يعني اي واحد بيتعرض لهالحالة لا يستهتر ابدا، تروح اشتكوا عليه. المهم يكون عندكم ادلة واشتكوا عليه، يعني لانه الظاهرة كتير كتير عم تصير، يعني لا مرة ولا شخص ولا اثنين، شبكات كتير كبيرة عم تحتال على الناس، وهذا الشي ظاهر كبير كتير يعني. فالموضوع ما هو سهل ابدا، وكتير ناس عم تشتغل هذا الموضوع. هاي الطريقة، أول طريقة لعملية النصب عم تصير. الطريقة الثانية للنصب اللي هي عم تصير إنه حدا بيقول لك أنا بحجز لك الموعد وأنت تدفع الرسوم. تمام، يعني أنا رح أحجز لك الموعد وبعطيك رقم المعاملة وأنت تدفع الرسوم.
كمان بهالموضوع هذا بصير عملية نصب، اللي هي انه شخص بيقول لك حجز الموعد وهي رقم المعاملة ادفع الرسوم، هون بتكون انت مستعجل لحتى تدفع الرسوم، تمام؟ فبيعطيك رقم المعاملة وتروح انت تدفع الرسوم، بس للأسف آخر شي بتكون انت عم تدفعها لمعاملة لإله هي، ما هي لمعاملتك. بتكون انت دفعت هون وقلت له دفعت هون، فورا هو بيحظرك، تمام؟ وما فيك انه تحكي معه ابدا، لانه انت دفعت لمعاملته ولا معاملتك، تمام؟ بجوز هو انت تقول له بعت لي صورة الموعد، بيكون هو كمان مطبق، تمام، رقم المعاملة على اسمك انت بالمعاملة. يعني كمان هون عم يلعبوا لعبة كتير كبيرة وذكية، يعني ما فيكم تقدروا لهم هدول الناس، لانه محترفين كتير كبير. يعني الاحتراف اللي عندهم اياهم والخبرة تامة عن جد. يعني انا متفاجئ من هذا النوع اللي عم يطلع هلا حاليا حرفيا. فالموضوع كمان هو عم يكون عم يدفع لمعاملة، لو انت يكون هون نصب عليك بطريقة كمان تانية. والطريقة، هدول الطريقتين هن حاليا اكتر شي عم يصير فيهم موضوع نصب، انه الحجز فوتوشوب عم يطلع حجز وهمي، والطريقة التانية انه يقول لك الدفع انا بحجز لك وانت تدفع الرسوم، تمام؟ فبكون انت هون عم تدفع الرسوم المعاملة لإله ولا معاملتك كمان. هي طريقة النصب التانية. طيب اول شي انا ما عم لكم كل الناس هيك عم تشتغل، لا، في ناس عن جد تشتغل بضمير، والله يوفقها ويرزقها، والله يرزق الجميع بعدين الله يرزقنا. وبنفس الوقت انا يعني معلمكم كيف طريقة الحجز. اغلب الناس كمان تيجي تحكيني تقول لي احجز لي، تمام؟ انت انا شفت حجوزاتك وشفت طريقة حجزك وشرحك للناس. طيب انا شارح لك طريقة الحجز، احجز بايدك واستفاد. يعني كمان الشغلة انا عندي ضمير و... وبشتغل بنور رب العالمين. يعني انا معلم الناس على الحجز، يعني غيري بيقول لك ليش لحتى اعلم الناس خليني انا استفيد. بالعكس انا معلم الناس خطوة بخطوة بطريقة الحجز، وعم ساعد ويسر امور على قد ما فيني انا، تمام؟ والمقابل، تمام، ما بدي اياه من الناس، انا بكون من رب الناس. يعني انا خلاص عندي هدف حاطط إنه المقابل من رب العالمين. ده غاية لإلي انا، طبعا من رب العالمين مو من الناس ابدا. اللهم صل على سيدنا محمد. فالموضوع هذا حكيت لكم عنه، وبده انتباه لدرجة كتير كبيرة. يعني انت اذا بدك تشتغل عند حدا الشغل لانه صعبة هاي كتير، صارت الناس تلهف للناس اللي على الفيسبوك انه ملي مناشير. يعني اليوم بتفوت على الفيس بتلاقي اكثر من 1000 شخص ناشر منشور يوجد حجز موعد جواز سفر، يوجد حجز موعد جواز سفر، تمام؟ كتير يعني اليوم صارت الشغلة علنا، تمام؟ وكل الناس يشتغلها، كل الناس يشتغلها. واغلب الناس عم تتعلم على الحجز تعليم، يعني ما عدا خبرة زايدة. يعني اليوم الموضوع الأهم بالحجز، يعني في ناس عم تترجم، الترجمة هي أساس كل شي، تمام؟ يعني إذا فرقت الترجمة عندك خربطة صعب بالترجمة، اللي عم يحجز لك خربط لك بالترجمة، رح ينطبع الجواز على الترجمة يترجم لك إياه هو، تمام؟ رح ينطبع الجواز على الترجمة يترجم لك إياه هو. بالحالة رح تستلم الجواز ويطلع فيه خربطة بالترجمة، وأنت ما فيك تعمل أي شيء أبدا، لأنه خلاص الجواز انطبع وما فيك تبدله أبدا أبدا، لأنه الجواز حيكون في ساري الصلاحية. واليوم قانون الهجرة والجوازات إنه الجواز إذا فيه صلاحية فوق السنة ما بيتجدد ولا بيتبدل تحت أي ظرف اعتبار، إلا إذا رئيس الهجرة وافق إنه يعطيك استثناء. ولا الموضوع مهم وفي خربطة زايدة، طبعا ما بضمن لك إنه يعطيك استثناء كمان للتبديل، بس طبعا الحالة بتصير يعني، بس ما بضمنها إنه للكل بيعطي استثناء أنا. فالموضوع هذا كمان الموضوع الثالث كتير كمان مهم، لازم تنتبهوا عليه من جهة الترجمة، إنه لازم الترجمة تكون بشكل كتير صحيح، لأنه رح تنطبع على الجواز. يعني الهجرة راح تقول لك أنت نفس مالك مترجم على منصة، أنا رح أنزل لك إياها على الجواز، أوكي؟ هذا الموضوع كتير مهم. والهجرة ما دخلها بأي غلط بصير منك. يعني في ناس بتطلع جواز مخربطة بتروح على الهجرة وجوازات، بيكون غلط منا هن، من صاحب الحجز أو ما صاحب الجواز هو اللي عم يعمل جواز، هو خربط بيروح يعاتب الهجرة. فالموضوع ما دخل الهجرة بالموضوع أبدا، أنت اللي عم تترجم، تمام؟ الهجرة هي حاطط لك الترجمة على كيفك، أنت حط اللي بدك إياها، تمام؟ فمشان ما يصير عليهم حق هن. وصلت الفكرة؟ والموضوع الأخير، برجع بقول لكم أنا ما قصرت مع أي حدا أبدا، علمت الناس على الحجز خطوة بخطوة، وطريقة الحجز، وساعدت ويسرت أمور الناس، وما تركت أي حدا.
وأي سؤال كان ينسأل كنت جاوب عليه، أي شي كان بدكن إياه كنت جاوب عليه. تمام. وبرجع بحكي أنا بحجز، بس الحجز ما هو سهل أبدا. الحجز ما هو سهل أبدا أبدا أبدا. الحجز كتير صعب لدرجة كتير كبيرة. ورغم هيك أنا صرت إني أعلم الناس كرمال هن يحجزوا بإيدهم، ما يلجأوا لا لإلي ولا شو لحدا تاني. يعني هن يستفادوا بإيدهم وما يتكلفوا. والموضوع الأهم إنه هذا الشغل عملته أنا كرمال ما حدا يضحك عليكم. أوكي. أول شي. وما ينصب عليكم تاني شي. يعني أنت إذا بدك تحجز عند حدا أو تشتغل عند حدا، لازم أول شي تتابع شغله، تتابع عمله، تشوف الناس كيف جمهوره عنده، كيف كذا إلى آخره. لازم تاخد هاي بعض التفاصيل. تمام. لفترة لحتى تأمن له، لحتى شو تأمن له. هذا الموضوع كتير صعب وبده تركيز كتير منيح. وإن شاء الله يا رب يكون هالكلام استفدتوا عليه. وأنا حاليا يعني هلأ مهمتي خلصت. يعني أنا شرحت كل شي بينطلب مني، كل معنى الكلمة بدون تردد. حتى الناس اللي كان بدها شي صرت أشرح بدون ما يحكوا هن. يعني كل شي واضح صار على قناتي على اليوتيوب، وما قصرت مع أي حدا. ومثل ما خبرتكن أهم شي انتبهوا لموضوع النصب اللي عم يصير حاليا. كتير 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 عم يصير، وناس يوميا عم تجيني فلان سوى معنا هيك، فلان نصب علينا. يعني عن جد الموضوع ما هو سهل أبدا، ويوميا هالحالات، يوميا يوميا. اللهم صل على سيدنا محمد. هلا موضوع الجوازات. تمام. طلع قرار بخصوص إلغاء إذن السفر. تمام. طلع قرار بإلغاء إذن السفر. فهذا الموضوع كمان، يعني هذا الموضوع فكرت الشباب اللي عليهم احتياط، عليهم تخلف أو عليهم مشاكل بالجيش إلى آخره، إنه خلص بيقدر إنه هو يطالع جواز سفر لو كان ضمن البلد. تمام. بس هو غلطان بالموضوع. هذا القرار طلع إنه إلغاء إذن السفر لتسهيل أمور الشباب، لأنه بشعب التجنيد اليوم إذا شاب عم يروح يقدم على إذن سفر عم يطول يتعمم أو عم يتلبك إذا شعب التجنيد كانت بعيدة. تمام. يعني كثير هيك من هالكلام. يعني مشان هيك لغوا إذن السفر من الهجرة ومن الحجز لتسهيل أمور الناس. تمام. يعني ما عاد ينطلب منك إذن سفر أبدا أنت. تمام. لا بالهجرة ولا على الحجز، بس وقت بدك تسافر بتطالع إذن سفر فقط لا غير. أوكي. بس هذا القرار لا دخل بالمطلوبين ابدا. اي شخص مطلوب ضمن البلد ما بيحق له يطلع جواز سفر ابدا تحت اي ظرف اعتبار. واللي بيقول لك انا بطلع لك وكذا وما بعرف شو من الحكي هذا، فبيكون هذا مضحك عليك. رح يطلع الجواز يا مزور او مضروب، يا رح ينصب عليك. واحدة من التنتين. يعني يا هاي يا هاي. لو قالك الدفع بعد وكذا الى اخره، فهذا الموضوع لحدا يمشي فيه ابدا. تاني الشغلة فيها مسؤولية، مسؤولية وكتير كبيرة. يعني لازم تنتبهوا كتير لهالمواضيع. واليوم يعني اللي عم يصير فينا شي كتير كبير. اوكي. اي شخص كان مطلوب ما بيحق له يطالع جواز سفر لحتى تنحل مشكلته. طبعا اذا كان ضمن البلد، برا البلد بيمشي الحال يطالع من السفارة. اما اذا كان ضمن البلد ما بيحق له يطالع جواز سفر ابدا اذا كان مطلوب او عليه شيء. انتبهوا للموضوع كتير كتير كتير، لانه اليوم الشخص مطلوب عنده استعداد يدفع قد ما كان يكون، بس المهم لحتى يحصل على جواز سفر نظامي. تمام. ولهذا الموضوع انه هالشباب عم تلجأ لناس للأسف ما لهم امان ابدا يعني. وكلياتنا بنعرف هذا الشيء. وانتبهوا منهم، ولا تخلوا حدا يضحك عليكم او حدا يلعب عليكم، لانه هالايام عن جد الناس عم تاكل بعضها. حرفيا عم تاكل بعضها اكل اكل. يعني الله يعين الناس ويفرج عن امة سيدنا محمد يا رب. وان شاء الله بتنحل يا رب. والموضوع الحجز المنصة بنرجع عليه، ما هو سهل ابدا، في صعوبة كتير كبيرة. حتى حاليا بالمرافقات يعني الصورة الشخصية. تمام. او صورة الهوية على الطرفين او بيان العائلي او خراج قيد كان بالاول ينحط مرفقات، هلا لغوهم كل هذا الشيء. يعني ما عاد ينطلب منك. يعني انت اليوم اذا بدك تجدد جواز سفر او تطلع جواز سفر لاول مرة، تمام، اذا بدك تحجز على منصة طبعا، ما بينطلب منك شيء غير صورة الهوية على الطرفين. صورة الهوية فقط على الطرفين. اوكي. غير هذا الموضوع ما بينطلب منك. يعني لا بصمة ولا توقيع ولا صورة الهوية على الطرفين ولا صورة شخصية، ما ينطلب منك شيء أبدا. هذا الموضوع إذا بدك تحجز على منصة فقط ينطلب منك صورة الهوية على الطرفين مشان بياناتك بس ينحطوا بشكل صحيح فقط لا غير. اللهم صل على سيدنا محمد.
وش كان بدي أحكي؟ كنت موضوع مهم. حكينا مشان إذن السفر لغو والمرافقات لغو، الموضوع النصب حكينا عنه، نبهنا بشكل كتير منيح. فهدول المواضيع اللي حاليا أهم شغلة، واللي هن الناس كلياتها نايمة عليهن وما لا عرفانة شو عم يصير حواليها. فأنا بينت لكم ووضحت الصورة بشكل كتير واضح. وإن شاء الله يا رب أنا كل فترة كل ما هيك صح لي إني أحكي بشكل واضح، ما راح أقصر أبدا، ما راح أقصر أبدا. راح أحط لكم رقمي بالتعليقات، تمام؟ تحت رح سبته بتعليق. أي حدا بده مساعدة أو بده يحجز أو بده يستفسر عن شي صار معه كذا ظرف أو كذا إلى آخره، تمام؟ طبعا أنا عندي خبرة، مشان هيك إني عم أشرح خبرة وعن تجربة عن كل شي. أي حدا عنده استفسار يتواصل معي على الواتساب، وليس مكالمة، على الواتساب حصرا ها. أوكي؟ وأنا إن شاء الله بقصر معه وبساعده، وإذا قدرت خدمة ما راح أقصر كمان أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد. واتمنى هذا الشرح يكون مفيد لكل الناس، ومثل ما خبرتكم برجع بخبركم انه حاولوا احجزوا بايدكم انتو. الشغلة صعبة كتير، ما بقولكم لا، بس ان شاء الله انه تقدروا لها وبتخطوا هاي المرحلة، لانه الشغلة عن جد ما هي سهلة ابدا. شغلة الحجز منصة اليوم كتير فيها صعوبة، فيها سهر وتعب. يعني في ناس عم تقعد شهر، تمام، وشهرين كمان. والله في ناس شهرين عم تقعد لحتى يزبط معها الحجز، شهرين متخيلين؟ لأنه عن جد الحجز ما هو سهل أبدا، يعني في صعوبة كتير كبيرة. ومثل ما خبركم منصة عم تفتح الساعة 12 بالليل، ما في وقت تاني لها، ما في وقت تاني لها. يعني أكتر شي الساعة 12 عم تفتح يعني. وهاي كل شي لحد هاي اللحظة، وإن شاء الله يكون إنه الشرح عجبكم. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على سيدنا محمد. وأي شي قلتلكن حكوني على الواتساب. اتفقنا؟ والسلام عليكم.